السلام عليكم بنات ولاد الجواد، مرحبا والف مرحبا بكم في قناه شريفه بنت الجواد. مرحبا والف مرحبا. بلا شك انكم غادي تكونوا توحشتوا القراءه بالكارطه، الفال بالكارطه. ان شاء الله غادي نديروا الفال ديال البشره البيضاء. بالنسبه للبنات اللي بغات تواصل معايا على قبل القراءه الخاصه او اي عمل روحاني او زياره الاولياء، زياره الميمه، اي زياره، تواصلوا معايا على هذا الرقم هذا ان شاء الله وما يكون غير الخير. بالنسبه للقراءه البنات راه بالفتوح باش كطلع لكم، هذاك هو حق الجواد. 06 25 37 76 51. تواصلوا معايا على الواتساب وما يكون غير الخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله توكلنا على الله النبي رسول الله وعلى بركه الله فالجواد فالرجال الله باسم الله ولا اله الا محمد رسول الله. مسلمين وطالبين تسليمه رجال الله، مسلمين وطالبين تسليمه رجال الله. الجواد الحاضرين معانا اللي فيهم النوبه يبين لكم حسابكم شنو طالع فيه بجاه الله النبي حبيب الله مولاي محمد الحبيب باسم الله ولا اله الا محمد رسول الله. بسم الله توكلنا على الله النبي حبيب الله. بسم الله. عقلبكم ها تخمامكم ها باش ياتيكم الله، قلبكم تخمامكم باش ياتيكم الله، قلبكم تخمامكم باش ياتيكم الله رجال الله. كنشوف قلبك على شي عمل روحاني او شي زياره او شي شمع او شي عمل ديال شي قبول ديال محبه او جلب، يعني عمل اللي هو روحاني قلبك عليه، او لا قلبك انك تفوسخي تحيدي العكوسات اللي في الطريق ديالك. تنشوف تخمامك ناكد ومغير هاد الايام وكتفكري بزاف، كتفكري خصوصا بعد صلاه العصر، كتزير عليك الخاطر ديالك، كيتغم عليك الخاطر ديالك، كتفكري اكثر من القياس. هذا راه وقت الجزاره، وقت الحمر، مسلمين ليهم وطالبين تسليمه رجال الله. هذا هو علاش حالك تتغير وكتزيري بدون سبب، مع العلم انك كتعاني من بعض المشاكل، وانما كتزيري شي بعض المرات بدون سبب. كتكونيش كاع كتفكري في ديك المشاكل اللي عندك، وانما كيتزير عليك الخاطر ديالك. وقت الحمر، وقت الجزاره، ما يعرف بحق الحال غير بنات الحال وولاد الحال، ومسلمين وطالبين تسليم رجال الله. كنشوف مازال عندك زهر على طريقك، غايتك الله بالزهر وبالتيسير ديال الامور اللي كتفكري فيها. كتفكري لشي امور وربي غادي ياتيك بالتيسير فيها ان شاء الله. مازال حالك غادي يتغير للاحسن، مازال امورك غادي تتغير للاحسن ان شاء الله يا ربي. بنت الجواد، بنت رجال الله، حالك مغير وانما قلبك خالي من البغض والحسد ومن اي حاجه خايبه. قلبك صافي، المعدن ديالك صافي. بنت الجواد، معيطه عليك شي زياره غديريها بالنفع وبالتيسير ان شاء الله، وبالتيسير ديال الامور اللي ناويه في الخاطر ديالك مازال غادي يتقضى. بالك مهموم ومشطون هاد الايام، كتفكري بزاف، كتفكري بعد صلاه العصر كيتغم عليك الخاطر ديالك. كيدخل يوم الثلاثاء كيدوز عليك النهار مغير ومزيره. يوم الثلاثاء ما كتسفاليش به، كيتزير عليك خاطرك فيه، ما كتيسرلكش الامور فيه، كتغيري فيه بزاف. اي حاجه نويتي انك ديريها كتغير لك في داك النهار. داك النهار ما عاطيكش الطاقه ديالك، تتكون سلبيه او لا كتكون محاطه بك الطاقه السلبيه في داك اليوم بالضبط. يوم الثلاثاء عندك واليوم ديال الاربع، يعني الثلاث والاربع، وخصوصا الثلاثاء تيدوز عليك الحال مغير ومزير شويه، كتغمي فيه وكتزيري فيه وخاطرك كيتزير فيه، حالك ما كيعجبكش. واخا تنوضي تلبسي تهلاي في راسك تقادي مسائلك دوشي تريحي وكل شيء، ولكن ما كتبقى عاجبك حتى شي حاجه. انت فعلا دواك في اللدون هو اللي غادي يرخفها عليك، والله يرخفها عليك وعلى كاع الوليات. مازال امورك تيسر ان شاء الله، ومازال امورك تغير، وداكشي اللي دايره في البال ديالك مازال يتغير ان شاء الله. كنشوف كنتي والابيض معاطين بالظهر، كلها كيشوف الجه بينك وبينه الغيار، وكاين الخصام في طريقكم.
بسبب المرأة اللي تدخلت ما بينك وبينه. كاين السحر ما بينك وبينه، هو السبب ديال هاد الغيار هذا وديال هاد النكد اللي ما بينك وبين السيد البيض. كاينه المرأة العدوة اللي من جهته هي اللي تدخلت ما بينك وبينه بالاسحار. وهاد السحر هذا اللي ما بينك وبين البيض دار عند فقي، عند مول القلم، عند راجل، هو السبب. كنشوف المرأة العدوة خسرت عليه فلوس كتيرة اللي خسرات باش تفرقكم على بعضياتكم. مازال ربي يعطي خيره، ومازال ربي ياتيك بداكشي اللي كتمناي في خاطرك ان شاء الله يا ربي. نتمناو من الله الا قلبك مع هذا السيد هذا يتم الرجوع، نتمناو من الله كما قلت لك دواك في اللدون، دواك في اللدون ان شاء الله ما يكون غير الخير. الله يسهل الامور. اللدون ما تخدميش بوحدك، وعارفي عندما تخدميه المكان اللي خصك تخدميه فيه يكون نظيف، ما تكون داخله على نجاسه لا جنابه ولا اي حاجه، المكان يكون نظيف. ما تخدميهش بوحدك لانه يتقلب لك العكوسات. ردي بالك من هذا الامر هذا. والبنات كاملين كنشوفوهم هنا غادي يتيسر لهم اللي في خاطرهم. راكم بنات الجواد وبنات رجال الله. منكم اللي طايحه على طابله المخزن مازال امورها تغير فيها، واش غتشدي شي فلوس ولا موضوع على شي فلوس، ومازال ربي يعطي خير ان شاء الله في هذا الموضوع ديال طابله المخزن. بقى الامور تغير ان شاء الله للاحسن. منكم اللي ناكده ومغيره على العمل ديالها، عندها مشاكل، عندها تابعه. كاين عينين اللي تابعينها في هذا العمل، ما مخلينهاش تجلس في راحتها، ما مخلينهاش تخدم في راحتها، ما مخلينها دير حتى شي حاجه في خاطرها ولا في راحتها. مغيره بزاف، كتدخلي لديك العتبه ديال الخدمه خاطرك تيتزير عليك، لان كنشوفك متبوعه بزاف وعندك العين ومحظيه بزاف. عندك العين وعندك التابعه وعندك الغيط، ما كيخليوكش في راحتك نهائيا. داكشي اللي ناويه في الخاطر ديالك واهدافك اللي راسمه في الحياه ديالك ان شاء الله مازال تحقق، وعلام فرحك مازال يوقف ان شاء الله. والفرحه داخله على العتبه ديالك، وغتكون واقفه معك فيها المراه الكبيره اللي غادي تفرح معك ان شاء الله يا ربي. كنشوف عندك غيار ما بينك وبين السيد معجون اللون. معجون اللون حتى هو مغير عليك، وقريب غادي تكون شي يكون يعني شي تواصل ما بينك وبينه ان شاء الله، اولا شي لقاء، اولا غادي تجلسوا مع بعضياتكم وتحطوا النقط على الحروف، وان شاء الله مازال تيسر الامور ما بينك وبينه. السمر تيفكر في البلاد البعيده، السمر اللي دايره في خاطرك، وهو تا هو دايرك في خاطره، وانما تنشوفو تيفكر على البلاد البعيده ولا مدينه اخرى، يعني غادي يبدل العتبه ديالو بسبب العمل. كنشوف هنا مازال حالك غادي يتغير، وشي ورقات او وثائق طايحه في الحساب ديالك غادي تحقق لك ان شاء الله. واخا الامور غتعكس شويه في الاول، وانما ما تخافي ما دهشي، امور غادا تيسر لك ان شاء الله، وغادا تيسر لك في يدك. منكم اللي عندها الورقات على البلاد البعيده او لا على ترجع يعني لبلادها، باغا ورقات باش ترجع لبلادها، مازال حالك يتغير. واخا باقي شويه مأجل ومعطل الامر، وانما باقي حالك يتغير الاحسن ان شاء الله يا ربي. الله يسهل الامور. خبار الخير داخله على العتبه ديالك، خبار الخير، خبار التيسير، خبار الفرحه ان شاء الله داخله على العتبه ديالك بالخير. سعدك مازال غادي يتسكم، ومازال عاطي يعطي. تظلمتي وتغيرتي وتحسدتي ونكدتي وتغميتي وتغمى عليك الخاطر ديالك بسبب الاسحار، بسبب العين، بسبب الغيط اللي عليك والهضره اللي عليك. تقال من ورا ظهرك وفي وجهك اللي فيك واللي ما فيكش، وصلاتك الهضره والكلام وبقى فيك الحال. لسوء الحظ انها من الناس اللي قراب منك، ناس اللي كنتي واضعه فيهم الثقه. انتي اليوم كنشوفك فاقده الثقه، البيضة تنشوفها فاقدة الثقة في كل ما هو داير بها. كاع اللي داير بك فاقدة منه الثقة، ما بقيتيش تديري ثقتك، ما بقيتيش تتأمني سرك. وهكا نبغيك مزيان، ما بقاش لما تأمني سرك كثرت ما تغدرتي من ناس قراب. اما البعاد لا داعي اننا نتكلموا عليهم. القراب يا حسرة اللي كنتي دايره فيهم الثقة، واضعه فيهم الثقة، امنتيهم على سرك، باحوا بداك السر، خلاو لمن ما قالوه الهضره والكلام كلها. انما الهضره ما كتلصقش،
الهضره تقالت وفات تنساوها الناس، غير انت باقا دايرها في الخاطر ديالك لانك فقدتي الثقه في الناس اللي قراب لك. هذا هو علاش اي واحد دخل لحياتك ما تتامنيهش دابا على سره، على سرك. عاطيه التقار وعاطيه شبر اتساع الناس، ولكن هما ما كيقيلوكش، ما كيقيلوكش لا بالهضره ولا بالكلام ولا بالصداع ولا باي حاجه، ما كيقيلوكش. خصوصا اللي منفصله كينطبق عليها هذا الكلام مع الاهل ديال الطليق او السيد اللي كانت معاه مخطوبه منه او وخصوصا اللي عازبه. راش غنقول لك، راه غير القراب واللي من الدم ومن اللحم وغير الخوال وغير العمام وما لقيتي خير، ما لقيتي خير في القراب عاد تلقيه في البعاد. تأمنيش حتى شي حد على سرك من غير راسك والله سبحانه وتعالى. ربي مطالع شنو في قلبك، ومطالع على الطيبه اللي في قلبك، ومطالع على الخير اللي كتبغي للناس. كتسمعي شي وحده تزوجات كتفرحي لها، كتسمعي شي وحده تزاد عندها شي وليد ولا بنيه كتفرحي لها من كل قلبك. كتسمعي شي وحده خدمات كتفرحي لها، شي وحده سافرات كتفرحي لها. قلبك ما فيه لا بغض ولا حسد. بعد المرات كتزير عليك خاطرك شويه، وانما ماشي حسد منك، لا ماشي حسد، كتبغي انك حتى انت تيسر لك امورك. ولكن كنتي في واحد الوقت ما كتسكتيش، اي حاجه جات اولا بغيتي ديريها اولا نويتي انك ديريها كتقوليها للغير. يعني ما كتخليش سرك مأمن ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كنتي كتهضري كتقولي بطيبه قلبك تيصحاب لك كاع الناس قلبهم طيبه بحالك، وانما كان العكس، جلبتي لك العين باقين يعني تابعينك بعينيهم. انما ربي كبير سبحانه الله، هو يعطي كل واحد على قد النيه ديالو على قد قلبه. ربي غادي يعطيك انت على قد النيه ديالك، المعدن صافي، النيه صافيه، النيه خالصه من الحسد من اي حاجه، وربي غادي يعطيك على قد النيه ديالك. الغيار اللي مغيره في العتبه ديالك، كتدخلي لديك العتبه بحال سدوا عليك في القفز، كتضيقي ما كتكرهيش تبقاي خارجه. بعد المرات عاود تجيك واحد الحاله كتبغي تبقاي غير في الدار، ما تخرجي ما تدرجي. كل مره وحالك بنت الحال، مره نشوفك ضاحكه مره نشوفك باكيه، في نفس الدقيقه كتجمعيهم كاملين، كتبكي وتضحكي وقلبك حنين. كتشوفي شي حد كيبكي تبكي معاه، كتشوفي شي حد مضرور انتي كتضري، كتشوفي شي حد مريض انتي كتمرضي. كتعيشي مع الانسان على طبيعتك، كتهضري مع الانسان على طبيعتك. البيضه اللي حاضره معايا في هذا الفال ما كتصنعش، ما كتصنعش وما كتلبسش قناع، كتلبسيش الماسك، كتعاملي بطبيعتك. وربي ورجال الله والجواد نطلبوا منهم يوقفوا معاك ويحوزوك وما يدوزوك، ويعطيك ربي كل ما تمنيتي في الخاطر ديالك على قد النيه ديالك الصافيه والمعدن ديالك الصافي. مازال ربي يفرحك ان شاء الله، وعلامك د الفرحه مازال يوقف وتيسر لك الامور، والله يسهل امورك، والله يفك العقده، والله يفك الخبال، ويعطيك ربي كل ما تمنيتي في الخاطر ديالك بجاه الله والنبي حبيب الله ومولاي محمد الحبيب، وباسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يسر لك والله يعطيك كل ما تمنيتي في خاطرك ان شاء الله. البنات اللي بغات قراءه خاصه بها بالموضوع اللي ناويه عليه، او لا باغا تعرف شي حاجه خاصه بها، تواصل معايا على هذا الرقم على الواتساب. والبياض ضروري البنات باش كطلع لكم، هذا راه فال الجواد، فال الجواد وحق الجواد ماشي حقي انا، راه منو كيدار شروط كثيره اللي على رقبتنا. كيف ما معطينا هاد البركه كنديروا لهم البركه ديالهم ولا بد منها ومن هاد الشيء هذا. والله يسهل على الجميع، والله يوفقكم في حياتكم، والله يسر لكم حياتكم، والله فين ما حطيتوا يدكم تكونوا رابحين. الله يجعل الله رجال الله اولياء الله الصالحين يكونوا واقفين معكم فين ما حطيتوا يدكم تربحوا. جاه الله نبي حبيب الله. ومرحبا بكم، اللي خصها اي حاجه مرحبا.